السلام عليكم احبتي، مرحبا بكم مع احدث واعره بزاف. ما عليكم الا تشوفوا الفيديو من الاول للاخر البنات وتشجعوني بلايك واشتراك في القناه، وشكرا لكم مسبقا. هنا كنشوفوا سيده فضيله ومنار اللي مشاو لدار النشر وجاب لهم المدير ديال دار النشر بزاف الاغلفه وحطها لهم قدامهم باش يختاروا الغلاف ديال الكتاب. هنا منار بقات كتشوف دوك الاغلفه وهي تقول لهم واقيلا باين لي عندكم هنا شي غلط. قالوا ليها شنو؟ قالت لهم هنا كاين الاسم ديالي، خاص يكون الاسم ديال السيده فضيله. وفضيله جاوبتها قالت لها لا، هذا الكتاب انا كتبته اييه، ولكن هذا الكتاب من حقك انتيا. وهي تقول لها منار ولكن انا ما فهمت والو سيده فضيله، كيفاش انا اللي كتبته؟ انا ما كتبتوش. هي تقول لها فضيله اييه، انا اللي كتبت غير اللي قلتي لي، يعني حتى حاجه ما ضفتها من عندي. لو كان ضفت شي حاجه من عندي كنت غادي غنخسر الحكايه ديالك والقصه ديالك. لهذا فكرت باش نكون انا فقط غير المنسقه وانتي صاحبه الكتاب، لان الافكار ديالك واخا كنت غنقول لك كتبيه نتيا كان بامكان الا فعلا جبنا المشروب الحساب لهذا الانجاز هذا. وديك الوقيته كتقول لهم جيده غنجيب المشروب ورانا عارفه المشروب اللي غنجيب. لحقاش رئيف قال لها واش عارفه المشروب اللي غتجيبي؟ قالت لي انا عارفه المشروب اللي غتجيب، لحقاش عاقل على داك النهار فاش مشيت انا وياك الملهى الليلي وكنتي حطيتي بزاف ديال الزجاجات. وبقات كتقول واحد الاسم على منار، كتقول لي سول سول وعطات واحد الاسم على منار. ومنار كتقول لهم هذا الاسم راه قالته عليا. وهي تقول لها فضيله حتى انا سماتني ما عرفتش شنو كانت قالت عليا. قول لها رئيف، ويقول لها رئيف كانت قالت عليك اللون ديال وجهك راه رمادي. وهي تقول لها سمعتي راه انا كانت قالت عليا اللون ديال وجهي رمادي. وفي ديك الوقيته كتقول فضيله المنار يلاه نمشي نجيبوا الكيسان. ملي مشاو يجيبوا الكيسان كيطيح فاروق من موراهم وكتمشي كتجري فضيله ومنار اللي كيهزوه. وملي تيهزوه تيقول لهم صافي حبسوا حبسوا. حتى جات جيده كتغوت كتقول لهم مالو شكون طيحو مالو طاح. وديك الوقيته كيجبد الخاتم تيطلب منها الزواج. وجيده كتبقى تبكي وكتعنقو وكتكون فضيله ومنار اللي فرحانين بزاف. اما هنايا كنشوفوا عارف اللي مع الوليدات في المطعم. الوليدات كاملين كل من فاروق وجيهان ورضا وسامي. وهنا سامي بقى تيمدح في فاروق، كيقول له بصراحه رجل طيب بزاف، كان هو الاب ديالي لانه كيعاملنا مزيان. بابا ما كتعجبو حتى شي حاجه. هو يقول لي فاروق لا ما غيكونش الاب ديالك، غادي يكون الاب ديالي انا. ديك الوقيته كيجي عارف لانه كينسى الفلوس في المحفظه ديالو في الجاكيطه وكيسمعهم وكيعجبوه الحال، كيبقى يتبسم مع جيهان وسامي اللي تيبقى يضحك مع فاروق. وهنا كنشوفوا عمر اللي صونت له شيرين على غفله لانها كانت هاربه. وهو يقول لها الو شيرين بالزربه لانه تفاجئ بان اتصلت به. وبقات كتقول لي بابا انا محتاجك. بابا انا بغيتك توقف معايا، انا بغيت نبدا حياه جديده. هو يقول لها قولي لي فين كاينه انت، انا نجي عندك دابا. قالت لي شوف بابا انا بغيت نبدا حياه جديده، عافاك لما تجيب لي فلوسي انا غنتسناك وغنعيط نصيفط لك العنوان دابا وجيب لي فلوسي عافاك بابا. وبقات كتبكي كيسمعها بان منهار قال لها صافي واخا. وبدات هي كتستاعد وكتهضر غير بوحدها في الغرفه كتقول صافي غنوجد راسي. وعمر اللي كان هابط باش يمشي عند شيرين كتشوفوا جيده كتقول لي فين غادي في هذا الليل هذا؟ كيقول لها انا غادي غير نتمشى. قالت ليه واش نجي معاك؟ قال لها لا انا بغيت نتمشى غير بوحديتي. وفي ديك الوقيته فاش كان غادي كيتذكر خديجه فاش كانت غادي تموت ديك الليله كتوصيه على شيرين وكتقول لي عندك تعايرها، عندك تدفعها، عندك تضربها. وهنا كنشوفوا قسمه لي جمع الباليزات ديالها لان كانت غادي تسافر وغتخوي تركيا. اما عمر اللي وصل عند شيرين وفي ديك الوقيته فاش وصل كان واحد الصداع في واحد الغرف اللي مجاوره لشيرين تما كانت في الفندق. وقال لها هادشي؟ قالت لي هنا راه ديما كينوضوا صداع. وقالت لي واش جبتي يا بابا الفلوس؟ قال لها جبت لك الفلوس. ويلا بغات تاخذها. قال لها شوفي بنتي قبل ما تاخذيها انا بغيت نعرف كل شيء. قالت لي شنو بغيتي تعرف؟ قال لها اجي نجلسوا ونتكلموا، ولكن قبل ما نتكلموا بغيتك تعرفي بانني يا بنتي راني كنبغيك بزاف بزاف وما تنسيش هادشي، راني كنبغيك ولكن غتجاوبيني واش انت بصح قتلتي صابر؟ قالت لي بابا انا قتلته. قالتها لي بكل سهوله، ولكن كان عليا نقتلوه بابا. بقات تقول لي كان عليا نقتلو ماشيش الممرضه ملي هضرات قدامي وقالت بان هذاك السيروم لما استعملوش غادي تكون الحياه ديالو في خطر. يعني هادشي كان غير اشاره باش انا حبست داك السيروم ما خليتوش يستافد منه. هو يقول ليها وعلاش يا بنتي عملتي هادشي؟ قالت لها بابا انا بغيت ننتقم من منار، بغيت منار تألم وتعذب. هي دمرت حياتي وهي خداتك مني انت وخدات مني صابر وخدات مني حتى ماما. وبسببها ماتت الام ديالي، وبسببها تحرقت حتى الدار ديالنا وما بقى عندنا والو. كان لازم ندير هذا الشيء لان كل شيء بسبب منار خاصها تعذب. ويقول لها عمر ايه نعرف احنا عارفين كاملين بان منار كتكرهيها، ولكن علاش خليتي ولد اختك فاروق بغيتيه ينقز من نافذه؟ واش
أنت هو بغيتيه يموت؟ قالت لي: "آه بابا أنا بغيتو يموت." شوف بابا، شوف بعد ما مات تما ما أصابر، شفت أختي منار كتألم واحد الألم اللي هو كبير، ولكن تخيّل لو كان هي غتشوف ولدها فاروق طاح من السرجم وتحطّم وتشخشخ كامل، كي غيكون الوضع ديالها؟ يعني غادا تألم، واش كتفهمني؟ ولكن بابا هاد الشي راه كان غير إشارة، راه فاروق اللي وراني الناموسية اللي كانت تحت الشرجم ديالهم، وغير قلت ليها أنا نقّز هو تاق بيا، أنا راه ما درت والو بابا. هو باها بقى غير كيشوف فيها ومصدوم، وهي كتقول لي أنا تبعت غير الإشارات راه ما عملت والو، تبعت الإشارات وبقى باها كيشوف ومتألم في الطريقة ديال الهضرة ديالها وهي كتخرج عينيها، وهي تقول لي: "واش باقا شي حاجة أخرى ولا صافي عطيني بابا الفلوس باش نمشي في حالاتي." هو يمد ليها الفلوس وهي كتغطي بالفرحة وتقول ليه: درتي فيا واحد المعروف بزاف بابا، أنا ما نبغيكش تقلّق، غير نرسي راسي وراني غنتصل بك وما غنتفارقش أنا وياك." هو يقول لها: "شوفي يا بنتي أنا بغيت نوصيك باش تعتني بنفسك وما تنسيش بأنني كنبغيك بزاف." تعتق لها وكيقول لها: "واش أنتِ هي شيرين، أجي معنا غتمشي معنا لمركز الشرطة، أنتِ متهمة بجريمة قتل صابر شيشميلي وحتى محاولة قتل الابن ديال فاروق شيشميلي، وغادي تعطينا الإفادة ديالك في مركز الشرطة، ويمكن لك ما تكلميش ويمكن لك تستعني بمحامي." وهنا بقات كتغوت منال وكتقول: "بابا أجي ساعدني." أما قسمت اللي كانوا كيتصنتوا للتسجيل ديالها سالت المهمة ديالها مع الشرطة ومشات عند كريم اللي كان تيتسناها في السيارة باش يمشيو يهربوا من العصابة ويخويو لتركيا. أما شيرين اللي باقا كتغوّت وكتقول لباها عمر: "بابا ساعدني، بابا عاوني، عافاك بابا ما تخلينيش." وواحد الوقيته كتفاجئ كتشوف الشرطي اللي كيحيد الجهاز ديال التصنت من الجاكيطه ديال عمر، وبقات كتشوف فيه وكتقول ليه: "بابا عافاك ما تخلينيش." وهو عمر اللي كان تيبكي وكيتخيلها كطفله صغيره، كتخيلها ملي كانت باقا صغيره ولبست بديله ديال الأضواء ومد ليها يدو وهي كانت بعيده عليه وشافها كتبكي وهي منهارة. وهنا كتسالي الحلقه ديال اليوم. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وإلى حلقة أخرى مقبلة إن شاء الله.